بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة ومش مكلفة بإذن الله، تكون اقتصادية وهتعجبك وهتعجب الولاد جدا جدا، هيطلبوها منك على طول. هنعمل الفطير الحلو من غير عجن ولا توريق ولا اي حاجة، بسهولة جدا هنعمله مع بعض بإذن الله. فطير احمد امين اللي مكسر الدنيا اليومين دول، والحشوه بتاعته هنعملها باذن الله بطريقه اقتصاديه وموفره زي ما اتعودتوا معايا في قلب القناه. اول حاجه هنعمل الحشوه، والحشوه عباره عن ايه؟ هنحط 3 كوبايات من الميه. تابعي معايا بقى وهتعملي حشوه في منتهى الجمال، وعليها ربع كوبايه من السكر و4 معالق كبار لبن بودر، عليهم 3 معالق كبار دقيق. ما تستغربيش واعمليها، والحشوة دي مش هتبطليها، حلوة جدا. هنقلب بقى اللبن البودر والسكر والدقيق عشان ما يبقاش فيه تكتلات. هنضيف عليهم 1.5 معلقة من النشا. هنقلب الكلام ده كله مع بعض ونرفعه على البوتاجاز لحد ما يوصل للقوام اللي انت شفتيه ده. بعد ما هنزله من على البوتاجاز هحط عليه 2 معلقة كبار من الكريمة، وعليهم كمان 2 معلقة من الزبدة. بس كده خلاص. هقلب بقى الجمال ده كله مع بعض وكده الحشوة بتاعتي جاهزة. هنركنها نخليها تبرد، وهنجهز معانا باقي الوصفة. لازم تخليها تبرد قبل ما تحطيها في الفطير. طيب أنا عندي لفة من الجلاش، أنا قسمتها كل 3 ورقات مع بعض. طبعا وانت بتشتغلي في الجلاش لازم تحطيه في فوطه نظيفه وتلفيها عليه، ما تطلعيش غير الورقه اللي هتستعمليها، لان الجلاش بينشف بسرعه زي ما انت عارفه. فاحنا كده هنطلع ورقه من ال3 وهنبدا ندهنها بالسمنه. عايزه تحطي سمنه على زيت ماشي، عايزه تحطي سمنه بلدي تمام، عايزه تحطي سمنه بلدي على سمنه نباتيه برضو حلو جدا. كده انا دهنت الورقة الاولى وهبدأ احط عليها الورقة التانية وادهنها برضو بالشكل ده، واحطها عليها زي ما هي بالظبط الورقتين على قد بعض. اما الورقة التالتة هطبقها نصين زي ما انت شايفة كده، وهحطها في النص بتاع الورقتين الاولانيين. يعني الورقة التالتة متطبقة علشان تستحمل الحشوة بتاعتي وما تخرجش منها. هبدأ اضيف الحشوة في الورقة اللي في النص اللي احنا مطبقينها نصين اهيش زي ما انت شايفة كده. ركزي معايا علشان تستحمل الحشوة ما يخرجش منها لما تدخل الفرن. طبعا السمنة اللي احنا بندهنها ما بين الطبقات دي اللي بتأدي للتوريقة بتاعة الجلاش بتاعي اهي زي ما انت شايفة كده. الفطيرة بتاعتي جهزت. هعمل واحدة تانية علشان تاخدي بالك بس من الطريقة، هي سهلة مش صعبة، جربيها وانا متاكده باذن الله ان دي هتبقى من اصناف الحلويات اللي انت معتمداها في البيت، سهله وسريعه. دهنا الورقه الاولى وهنضيف عليها الورقه الثانيه وندهنها برضو، والورقه الثالثه هنطبقها نصين زي ما اتفقنا وهنحطها في نص الورقتين اهي بالشكل ده. طبعا كده انا نزلتها لتحت شويه، المفروض ان انا هرفعها لفوق وبعدين احط فيها الحشو. حتى لما هاجي اقفلها هتلاقيني نقلتها لجوه شويه. فانت من البدايه تحطي الورقه اللي متطبقه في النص فوق، وتحطي الحشو في نصها وتقفلي عليها كويس. بصي انا هنقلها اهو لفوق شويه عشان اعرف اقفل الورقتين التانيين عليها كده زي الظرف ده. كده انا بحمل الحشوه بتاعتي من جوه وفي نفس الوقت بعمل توريق للفطير بتاعي. وهحط الكميه كلها بقى، انا عملتها وحطيتها كلها في الصينيه. عملوا حوالي من 5 ل6 من الفطاير. اول ما تطلع من الفرن على طول هروح سقيها بنص كوبايه لبن دافيه وعليها 2 معلقة من السكر. وعلشان نبقى اقتصاديين لحد الاخر ما حطيتش عليها ولا صوص كراميل ولا شوكولاته ولا اي حاجه، شويه سكر بودر وهرشهم على الوش وخلاص، وشويه من المكسرات من اللي انا حطاهم في النص هحطهم على الوش عشان التقديم بس. لو كمان عندك شويه فستق ولا حاجه ممكن كنتي حطيتيهم، هيبقى شكلهم حلو جدا
وهيعجبوا الولاد جدا جدا. بس كده، شايفة الطريقة اقتصادية وسهلة بإذن الله، متأكدة إنك هتقومي تعمليها. بس ما تنسينيش في اللايك عشان الفيديو ما يقفش عندك. يعني اللي بيجيب لنا إحباط وبيخلينا نقف إن الفيديو ما بينتشرش. فرجاء تحط اشتراك وتحطي لايك، ويا ريت لو تكرمتي عليا بكومنت حلو منك. وبس كده خلاص، خلصت الوصفة بتاعتي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.